السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. معاكم يوميات سمر المنير. ما تنسيش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بقى يا حبايب قلبي الجو ساقع، وانا والله العظيم كنت تعبانه، ما كنتش هعمل لكم فيديو النهارده. بس العيال قعدوا يقولوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل حاجه حلوه، قلت لهم اعمل لكم كيكه. قالوا لي لا احنا عايزين حاجه تانية، قلت لهم اعمل لكم كنافه، قالوا لي لا. قلت لهم امال اعمل لكم ايه؟ قالوا لي اعمل لنا جلاش. قعدت ادور في الفريزر بتاعي لما لقيت جلاش. طبعا انا الجلاش والكنافه ديت ما بمنعهاش عندي في الفريزر، على طول عندي، مش رمضان بس، لا الايام كلها عندي. طبعا بقى يا حبايب قلبي ان ايه دوت الشربات بتاعي. طبعا كوبايتين سكر، على على كوباية مية، على عصرة ليمونة، على على كيس فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، زي ما انتوا شايفين كده. السمك بتاعه يكون كويس، ولا خفيف ولا تقيل، زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا دوت دي المهلبية بتاعتي. طبعا 3 كوبايات لبن، وعليهم 4 معالق نشا، وكيس فانيليا. طبعا وتفضلي تقلبي فيها زي ما انت شايفة كده، عشان ما تكلكعش منك، عشان لو كلكعت منك هتبان معاكي في الكنافة، وهتبان معاكي في في الجلاش وكده. فطبعا بقى لازم تقلبي بقى على طول. والله يا جماعة في ناس في الكومنتات طلبوا مني ان انا اظهر في الفيديوهات وكده. هو انا لازم يعني ان انا اظهر في الكومنتات؟ لا، انا مش حابة ان انا اظهر في الفيديوهات وكده. انا ديت رغبتي، وانا حابة الموضوع دوت من زمان مش دلوقتي، ودي هواية جت مني، فانا قلت لازم ان انا اعمل فيديوهات وما اظهرش فيها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، اديني بهوت بقلب في المهلبية اهوت، عشان ما تكلكعش منك، لازم تقعدي تقلبي فيها كده عشان ما تكلكعش. واديني زي ما انتوا شايفين كده، دي سمكها ولا تخينه قوي ولا خفيفه قوي. ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله، بألف هنا وشفا على اللي هياكل. وادي بقى يا جماعه، اديني كنت حاططها في الفريزر عشان تبرد، واديني كنت غطيها بورق استرتش، عشان من ناحيه ان هي وشها ما يشققش مني من الفريزر وكده، تفضل على طول طريه، زي ما انت شايفه بالشكل دوت. ما شاء الله. ودوت بقى طبعا دي السمنة بلدي. وده طبعا بقى معايا جوز الهند الرفيع وزبيب. عايزة تحط عندك فول سوداني عادي، مفيش عندك عادي مش مشكلة. وادي طبعا ده الجلاش لما سيبته فك خالص، تسيبيه يفك براحته عشان ما يتقطعش منك. وطبعا كنت دهنه الصينية زيت بتاع سمنة، وحطيت فيها ورقة جلاش. طبعا انت بتقسمي لفة الجلاش، لو هي 12 واحدة بتقسمي 3 تحت 6 تحت و6 فوق. وطبعا تدهني سمنة بالفرشة، وتفرشي على طول اللي هي ورقة الجلاش زي ما انت شايفة كده. وايدك بقى فرشاه كده، وادي بالفرشة زي ما انت شايفة. وتدهني بقى يا حبايبي، تدهني بين الطبقة والطبقة. ولو انت عندك جلاش واتقطع منك عادي ما تزعليش، كده كده هينفع. طبعا ينفع ازاي؟ هتقولي ازاي؟ زي ما انت شايفاني كده وانا بعمله، اديني بحطه اهوت في النص، يعني لو لقيتي حاجه متقطعه فيه ما تخافيش، المهم تحطي السليم تحت، وعلى الوش برضو سليم، لكن المقطوع منك هتحطي في النص زي ما انت شايفاه كده بالشكل ده. تحطي زيت سمنة. وبعدين هتجيبي زي ما انت شايفة كده المهلبية، حطيتها في النص في نص الجلاش. طبعا انتوا شايفين سمكها ولا تخينة قوي ولا خفيفة قوي، عشان لما تيجي تعملي الجلاش ما يبقاش سايب منك قوي. ما شاء الله. وهفردها طبعا زي ما انت شايفة كده، هفرده في في النص. ما شاء الله، في نص الصينية كلها تفرشي تفرشي المهلبية زي ما انت شايفة بالشكل دوت. ما شاء الله. وطبعا بقى بعد ما انا خلاص اني
كده فرشتها في النص زي ما انت شايفه كده اهوت. الطرف وفي النص كله، يعني بقت كلها ايه مهلبيه. طبعا بقى ايه، وهجيب بقى تاني حاجه هجيب شويه جوز الهند على شويه زبيب، وهرشها على المهلبيه برضو على الوش زي ما انت شايفه كده. اختياري بقى، عايزه تحطي مش عايزه تحطي ما عادش عندك عادي، مش مشكله، حسب رغبتك انت بقى. وطبعا بقى هجيب ورقه جلاش كده زي ما انت شايفه، وهحطها على المهلبيه. وبرضو هدهنها برضو بالسمنه بالفرشه زي ما انت شايفه كده. كل طبقه وطبقه تدهني بالفرشه سمنه، طبعا بسمنه بلدي. طبعا الكنافه والجلاش بالذات عايزين سمنه بلدي، بيبقى طعمها والريحه فيها بسم الله ما شاء الله. اه ما شاء الله، بألف هنا وشفا زي ما انت شايفه كده بالظبط. وقولوا لي ايه رايكم بقى يا حبايبي في الكومنتات، وما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناه. والله يا حبايب قلبي الجو اليومين دول ساقعة خالص، قادبين احنا في طوبة وكده، وداخل علينا برضو رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، اللهم أمين، وجعلها سنة سعيدة علينا وعلى المسلمين، اللهم أمين. ونعمل بقى طبعا بقى معاكم، هعمل بقى حلويات كتير طبعا في رمضان بيبقى فيه حلويات كتير والأكل كتير وحاجات كتير. وطبعا بقى عندنا فرح وحاجات من ديت، وهوريكم كل خطوة بخطوتها، هوريها لكم كل حاجة اعملها هوريها لكم. وادي طبعا بقى اهوت زي ما انتم شايفين كده، عملت السمنة البلدي برضو زي ما انتم شايفين كده. اه يعني لو لقيت حاجة فيها مقطوعة ما تخافيش عادي، تحطها في النص، بس اهم حاجة في قعر الصينية من تحت تكون ورقة سليمة، وعلى الوش برضو يكون سليم زي ما انت شايفة كده. وتكون وده كله برضو دهناه بالسمنة البلدي. وادي كده طبعا اهوت خلاص خلصت اهوت وقفلت، بس هحط بقى سمنة بلدي زي ما انتم شايفين كده بالفرش. ما شاء الله كده خلاص بقفل خلاص. ما شاء الله، بألف هنا والشفا يا رب. طبعا بقى هوريكم بقى كل ما اعمل حاجة بقى طبعا في الفرح وكده، هوريكم كل حاجة وانا في الشقة، واحنا بنفرش الشقة، واحنا بنمسح الشقة والحاجات دي. ما شاء الله يا رب فرحنا وفرح المسلمين يا رب، اللهم امين. شايفين بقى السمنة البلدي بالذات في الجلاش بتبقى طعمها والريحة بص جميلة ما شاء الله. مش شرط بقى ان كان بقر او جاموس، لا عادي زي ما تحبي بقى، بس طبعا احنا بنحب بالذات في السمن بالذات تكون اللي هي اللبن السمنة الجاموس. في ناس بقى بتحب اللي هي السمنة البقر بالذات، بتبقى عشان تقولك خفيفة والكلام من ده. واحنا على طول ما شاء الله يعني السمنة الجاموس كده بنجيبها من عند الناس الفلاحين، ربنا يوسع عليهم يا رب. بنحب نجيب منهم السمنة البلدي وكده، بتبقى الريحة وطعم بسم الله ما شاء الله. ما بحبش نعمل يعني عامة يعني كل حاجة اللي بالسمنة السمنة الجاموس زي ما انتوا شايفين كده. ودينا طبعا خلصت اهوت، وهقطعها برضو قبل ما ادخلها التلاجة الفرن. معلش بقى الواحد تعبان فبيتلخبط يعني. طبعا اهوت بقطعها طبعا قبل ما تدخل الفرن، لازم تقطعيها وهي لسه طرية وكده. وطبعا بقى هدخلها بقى الفرن، هتتحمر بقى من تحت ومن فوق ما شاء الله. وبعد محمرة وكده هحط عليها اللي هو الشربات بتاعها. ما شاء الله زي ما انت شايفه كده اديني اهو بقطعها ما شاء الله، والواحده بوحدتها. ولازم بقى يكون يا حبايب قلبي لازم يكون الشربات بتاعها يكون ساقع، والجلاش سخن وهتحط عليه الشربات ساقع بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله شوفوا كلها بقت سمنه بلدي اهي، واتقطعت برضو ما شاء الله. الحاجة ما يكون عندك في البيت بتطلعها على طول من الفريزر وتعمليها، يعني الحاجات بالذات الحلويات ديت على طول ما بنمنعهاش من البيت.
بحس ان انت عايزه تهف عليك، يعني بالذات في الشتاء بناكل كتير والكلام من دوت، وبنقول ايه حاجه تدفينا وكده، فبنقوم عاملين اي حاجه سريعه كده عشان بقى خاطر العيال وكده. مهما برضو العيال يقعدوا يقولك احنا عايزين حاجه حلوه، عايزين حاجه حلوه، وانا كمان بقى بحب اكل حاجات حلوه في بالذات في الشتاء يعني عشان تدفيني. وادي طبعا بقى يا حبايبي اديني اهوت بعد خلاص ما طلعتها من الفرن، وانا بسقى الشربطه. طبعا الشربات بتاعها لازم يكون ساقع، والايه ويكون تخين، ولا خفيف ولا تخين. واديني اهوت بقت كلها شربات اهيت ما شاء الله. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناه وتحطوا لي لايك. والله يا حبايب قلبي اللايكات كتير وببلاش، يعني مش هتخسري حاجه يعني لو عملتلي اشتراك وعملتلي لايك وتفعل الجرس. ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم امين. شايفين بقى يا حبايب قلبي اديني يا شايفين بقيت مورقه خالص ما شاء الله عشان اندهناها سمنه. ما شاء الله بألف هنا وشفا.